هبت على كابول مؤخرا رياح التغيير والتمرد، فللمرة الأولى منذ العام 1975 ينظم مهرجان لموسيقى الهارد روك. بيدرام وقاسم شاركا في هذا المهرجان الذي كان يستحيل أن يبصر النور تحت حكم طالبان. محطتنا التالية في العاصمة الأفغانية كابول مع موسيقيين من فرقة District Unknown لموسيقى Death Metal. من الصعب شرح أسلوبنا الموسيقي. استلهمنا أعمالنا من فرق موسيقى ديث ميتال، وهذا أمر جديد في أفغانستان، فغالبية الأفغان لم يسمعوا هذه الموسيقى في حياتهم، ومعظمهم لم يعتد سماع أصوات جيتار مدوية. لذا عندما نبدأ بالصراخ في ميكروفون ونعزف موسيقى قوية جدا يختبرون أمرا لم يعرفوه في السابق. برأيي ما نفعله إيجابي للغاية، فهذا يظهر أن الكثير من الأفغان يتجرؤون على الإبداع. عادة خلال حفلاتنا الموسيقية لا يعرف الناس كيفية التصرف، لكنني رأيت بعضهم يتمايلون أو يهزون رؤوسهم أو يهتفون قليلا وهم يستمعون إلى موسيقانا. أعتقد أن الموسيقى بثت فيهم الحيوية. في مجتمع كمجتمعنا ليس من السهل أن يكون المرء فنانا مثلنا حتى ولو كان ذلك في كابول.